السلام عليكم. انا اسراء ودي قناتي سنة اولى طبخ. هنعمل النهاردة بقى الكرنب اللي مفيش غنى عنه في الشتاء. هنشوف بقى طريقة تحضيره، كمان هنعمل المخلل بتاعه الخطير. بيكون سهل جدا وبيكون حلو قوي في الساندوتشات زي البرجر الكريسبي، زي الجاهز بالظبط. وكمان هنحضر مع بعض طريقة تفريزه بسيطة وسهلة جدا، هنشوفها هنعملها ازاي. يلا بينا نصلي على النبي كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كده كرنباية مش كبيرة ومش صغيرة، هي متوسطة، وهنبدأ نقطعها دلوقتي علشان تبقى جاهزة معانا في السلق. هبدأ كده اشيل الجزء اللي فوق ده اللي انا بوريهولكم. الجزء ده هو اللي بيكون ماسك كل الورق بتاع الكرنب. هبدأ كده اشيلها ونقطعها سوا زي ما انتوا شايفين. وكده بقى شلنا الجزء اللي كان ماسك الورقة زي ما قلتلكم، وهبدأ بقى اشيل الورق كده، شلته كله علشان يتسلق في مية مغلية. هحط فيها سنة كمون بسيطة، وهبدأ احط الورق بتاعي علشان يتسلق. وهنا بقى كنت سلقت الكرنب ونزلته، واول ما تحسوا ان هو بيتني ويتفرد كده فهو خلاص استوى. وهنا كنت حطيت باقي الكرنباية، وهبدأ اطلع بقى ورقتين كده. ممكن تسلقوه بالطريقة اللي تحبوها، تعملوه ورق زي ما انا عملت في الاول، تحطوا الكرنباية كده سليمة وتنزلوها براحتكم. انا هنا الكرنب بعد ما خلص من السلق نزلت عليه شطفة كده بسيطة علشان يوقف السوا بتاعه. بعد ما وقف السوا بتاعه عشان تعرفوه هيبقى طري كده زي ما بقولكم، وهتحسوه شوية انه شفاف كده ما بين ايديكم، كده تعرفوا ان هو اتسلق سلقة مظبوطة. هنبدأ بقى دلوقتي نقطع الجزء التقيل او التخين العضماية دي او العرق، مش عارفة بتسموه ايه، وهنلفها رول كده زي ما عملناه علشان نقطعها كده بالتساوي لللف بقى، ويكون جاهز على اللف. زي ما انتوا شايفين كده الورقة اتقطعت وبقت طويلة. هتبدأوا تقسموها حسب الطول اللي انتوا عايزينه، حسب الحجم اللي انتوا بتحبوه. اي حاجات طلعت صغيرة هتشوفوا احنا هنعمل بيها ايه دلوقتي. يعني مش هنرمي اي حاجة من الكرنباية. هنا بقى زي ما قلتلكم هي دي طريقة التفريز. بعد ما سلقناه ولفيناه الرول هنبدأ نسيبه بنفس اللي احنا عملناها دي، يعني الرول ده، وهنبدأ نحطه في اكياس، في علب تكون محكمة كده وتتقفل كويس، وهتحطيها في الفريزر. ما فيهوش اي فكرة، ممكن يقعد معاكي من شهر لشهرين، هيكون جميل وحلو جدا. وهنا بقى انا كنت حطيت كل الورق اللي انا جهزته على اللف. هنبدأ بقى
في حلة كده هنحط زيت، وهنحط بصلاية كده متقطعة او مفرومة كويس. وانا هبقى عايزة البصل ما يتحمرش، انا هكون بس عايزاه يدبل، ياخد بس اللون الاصفر الخفيف خالص، الدبلان، لكن مش هحمره. هبدأ بقى احط معلقة كبيرة من صلصة الطماطم الجاهزة علشان تديني لون حلو للتسبيكة. انا بحب اسبكها، ما بحبش اعمله ني في ني. وهنزل بقى بالطماطم. الطماطم دي انا كنت مفرزاها، فعلشان كده لسه ماسكه نفسها شويه. هنزل بيهم لغايه لما عايزاها تتسبك كويس جدا ويبقى لونها اللون الاحمر الحلو اللي انتوا شايفينه ده. عندي بقى خضرة محشي، شبت، بقدونس، كزبرة متقطعين صغير. وانا بحب التركية دي ان انا احط نص الخلطة دي، نص الخضرة بتاعتي احطها في التسبيكة. معرفش، ما بحبش احطها كلها في الاخر. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي، الملح، فلفل اسود، كمون، كزبرة، شطة حسب ما بتحبوا. وهنزل ب3 كوبايات من الرز منقوعين ومغسولين، ده بعد ما تكون التسبيكة هديت كده، ما بقتش سخنة، لا انا قفلت عليها خلاص. هحط بقى الرز وباقي الخضرة بتاعتي، واستنيت ليه لما التسبيكة تهدى علشان ما تسويليش الرز، وفي الاخر الرز يستوي والورق الكرنب يكون طالع لسه ني او كده. هبدأ بقى الف، هنلف حسب العروق بتاعته هي ماشية ازاي، ماشية بالطول، ماشية بالعرض، علشان يسهل علينا اللف، وكمان علشان تكون محكمة في القفل، ما تكونش بتتفتح كده وشكلها مش مهندم او مش متظبط. هبدأ بقى بوريكم كده ان انا بلف حسب اتجاه العروق هي ماشية ازاي. ولف الكرنب ده حقيقي اسهل مما يمكن. انا بصراحة ما كنتش في الاول بحبه ولا كنت بحب اعمله نهائي، لكن بجد يعني كنت بحب الورق عنب وكنت بحسه اسهل، لكن لا، دلوقتي الكرنب بقى كويس جدا يعني. وطريقة التقطيع بتكون كويسة وبتسهل علينا، لان خلاص بقى المقاس واحد، بقت التقطيعة واحدة، فبتبقى بسرعة، بتمشي حالك بسرعة يعني. بدأت كده لفيت كام صباع، وحاولي بقدر الامكان ان ما يكونش فيه رز واقع حوالين من بره يعني. ونظرا لان احنا مش عايزين نعمل مواعين كتير، فاحنا في نفس الحلة او الصينية اللي احنا عملنا فيها التسبيكة هبدأ كده احط العروق بتاعة الكرنب اللي طلعت مني من تحت، وهبدأ ارص عليها بقى الكرنب بتاعي لفة كده. حاولي بقدر الامكان ما يكونش فيه رز واقع منك برا كتير يعني، علشان ما يعجنش او ما يبقاش شكله وحش. بدأت كده ارص الكرنب حوالين داير، وايه بجد من احلى الاكلات اللي بتبقى في الشتا كده وبتدفي الواحد، وحاجة كده جميلة. لفيت كده الحلة بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبدأ احطها على نار، وهننزل عليها بالشوربة بتاعتي. انا بحب انزل بالشوربة حبة حبة، ما بحبش احط كل الشوربة مرة واحدة، علشان ابقى متأكدة ان السوا طالع صح، ابقى متأكدة ان خلاص مفيش حاجة نية وحاجة مستوية. معرفش، انا بحب ان انا انزل بيه واحدة واحدة. هحط كده طبق محكم ويكون بيتحمل الحرارة فوقيه، واول ما يتشرب كده هبدأ ان انا اشيل الطبق بتاعي ده اللي انا حطيته.
بجد ريحته كانت تجنن. هنا كده شفت ان هو محتاج حبة شوربة كمان، نزلت عليه بحبة شوربة كمان، وهغطيه وهسيبه شوية على نار هادية يستوي كده براحته. وهنا كده كان الكرنب خلص معايا. بصوا اول ما حطيت الشوكة مسكت فيه على طول، والرز بيتهيألي باين قوي ان هو مستوي جواه. ريحته تجنن، ريحته بجد بجد تجنن. لازم تعملوه، لازم تعملوه في الشتاء، ما ينفعش. حطيته كده بقى علشان اوريكم بجد، والله الكاميرا والاضاءة عندي ظالمة الموضوع جدا. انا معلش، هو انا اللي بصور وانا اللي باكل، انا الاتنين فانا مش عارفة اتعامل. بجد حاطط الشوكة في الكرنب تبين لكم قوي قد ايه هو مستوي يعني. الريحة لا تقاوم والطعم كمان لا يقاوم. انا هاكل واحدة تاني كمان، وكان نفسي اكل الحلة كلها معاكم والله من حلاوته. بالهنا والشفا على قلوبكم، ويا رب يا رب الوصفة كده تعجبكم. هنيجي هنا بقى لبواقي الكرنب اللي اتبقت والعروق والحاجات دي. هبدأ بقى اجيب مية وهحط فيها ملح وخل، وهقلبهم كويس جدا، وهحط باقي الكرنب ده في بطرمان كده. بجد مش قادرة اقول لكم، المخلل ده انا بجيبه من بره للسندوتشات، بيبقى حلو جدا وبيدي تيست كده للسندوتشات في حتة تانية. حطيت بقى 4 فصوص كده من الثوم مهروسين كويس، وهبدأ انزل بالمية اللي انا عملتها دي. ولو عندكم كمان هريسة الشطة دي اللي بتتحط، لو حطيتوها فوقيها بجد بتبقى روعة. حطينا كده وخلاص وبس. كل حاجة في الكرنب بتتعمل سهلة بجد يعني، كائن كده سهل. خلص كده المخلل بتاع الكرنب بتاعنا. وبالهنا والشفا، وما تنسوش اللايك والاشتراك لو عجبكم.